اخبارك يا حس؟ قمر زيك. عامل ايه؟ والله الله يرضيك، كله الحمد تمام. لله راضي ايه الحمد لله. الدنيا وايه ايه الجديد معاك كده؟ ايه الدنيا كلها عايز تعرف مني؟ انا كل الدنيا الدنيا. كلها انا عارف الشارع ده بالعافيه. لا انا متعود منك ان انت بتعرف الحاجات الصغيره بالعافيه فعلا. اه. بس انا بحب التفاصيل اللي انت دايما اه انا ضيق بتركز برضو شويه، انا عارف يعني انا مش ضيق يعني قوي بس زياده. بتحب التفاصيل، يعني ليك اي. تفاصيل كده معينه اه بتخصك انت كحسام. يا عم، ما هو قال لك بقى سلطان، اصل التفاصيل اجمل بكتير. الله. اه والله عظيم. الله. يعني ما احبش حد يديني راي على حاجه يقول لي حلوه. يعني ايه حلوه؟ حلوه دي يعني عاديه بالنسبه لي. اه. لا اشرح لي حلوه في ايه. والله عجبني حسام الجاكيت بتاعك لانه كان راكب على لون مش عارف ايه ومع الجزمه، يقول لي كده. بس شكلك حلو. يعني ايه اللي شكلي حلو؟ ما ممكن ابقى مستحمي، ممكن ابقى عامل لسه حالق، فاهم؟ ما فاهم. تظلمش يعني، فاهم؟ قول لي رايك بجد. بس انت بتحب الناس يا حسام. اه. يعني مش خدت عارف ايه بالي ان ده. انت اول مره حد يقول لي كده. بتحب الناس، لا يعني بتحب تتعامل مع الناس، بتحب اه. تخش في التفاصيل دي، ما بتحب. بحبش ابقى لوحدي. اه. اه، ما بتحبش العزلة، يعني انا خدت بالي ما ان انت بحبش ابقى لوحدي. ما بتحبش العزلة. فبسحل نفسي في امم حوارات بقى، فاهم؟ طول الوقت. ودي مش ناس كتيرة شاطرة فيها على فكرة. يعني في ناس بتبقى بتحب العزلة وما بتعرفش تفصل. امم. يعني تلاقيها هي هي راحة مع العزلة، خلاص انا في العزلة يبقى في العزلة. لكن انا بحس ان انت بتروح اصل هي قدر برضو في الاخر، فاهم يعني؟ في وقت انت مضطر، فاهم، تعتزل فيه الناس، لان يعني مثلا لو حد بيمر بحاجة تعباه وجعاه مش عارف ايه، ساعات معلش من الناس بتضايقك، ما فتضطر تمعلشنيش. تعتزل. اه ما فتبقى عايز تمعلشنيش. تعتزل. فالعزلة برضو حلوة احيانا، وحلوة برضو مع النفس احيانا. بس انا بالنسبة لي انا عشان بتاع تفاصيل زي ما انت قلت، وشكرا انك يعني رسمتها بالتدرج ده. عشان انا بتاع تفاصيل، فعزلتي خطر. يعني عزلتي افكاري، فاهم، مع نفسي في العزله خطر. يعني لو قاعد من غير تاسك دي وببص في السقف كده، لا لازم اشغل نفسي، هقعد اقرا، اقعد مش عارف انزل، اروح ادهن حيطه. يعني انا لسه من اسبوع، والله العظيم، واحده بالليل مش عارف انام، وقاعد ودماغي مسحوله في فكره سوداويه على حد عامل معايا نمره مش حلوه. والله واحده بالليل رحت منزل المكتبه، فاهم، مفضي الحيطه ودهن الحيطه، فاهم، اه، عشان تنور اكتر ابيض عندي بتغير لاكيه وبويا ومش بتغير عارف ايه. المود. عشان لا، عشان اسحل نفسي برضو، فاهم؟ انت اديت وريحه البويه بقى فشختني، ما اعرفش انام. لا بس فعلا الحته بتاعتك دي، انا حتى انا دايما هنا بشوفك انت عايز في حته تبقى مشغول اه. يعني. آه، في ايه؟ بس ممكن انت بتطلع حاجه انت اي حاجه، تشغلك. اي حاجه. لا هتشغل في اي حاجه، وهتلاقيني بمد ايدي مع اي حد بيعمل اي اه. حاجه لو انا ايوه. مشتت، فاهم، مش عارف ده ايه فعلا. كده. اه والله اهم حاجه انك تبقى عارف نفسك، كل واحد يبقى عارف ايه اللي بيلهيه، ايه اللي فاهم بيجده، ايه اللي بيضايقه، فيعرف يتصرف ازاي. طب وانت ايه اللي بيبسطك؟ ايه اللي بتعمله كده تحس ان هو انت اتبسطت؟ إيه لما اسعى في حاجه حد وهي في ايدي، او اما اسعى في صلح بالناس، او اما اسعى في ترسيخ علاقه بجد، فاهم؟ اي حاجه فيها نتيجه في الاخر ان في حياه بني ادم بتتغير او بتتحسن او حتى بيتضاف لها شيء، دي حاجه بتبسطني قوي. فتلاقيني يبقى هين عليا قوي مشوار للمنيا رايح لحد، فاهم، بخلص مشكله بينه وبين حد، بس ضايق عليا أوي مشوار اللندري اللي في الشارع اللي ورايا. اه. ده بعيد. حوار بقى، فاقعد اقول اقوم، طب نص ساعه اقوم، طب اصلي العصر واقوم، طب مش عارف ايه. لكن اروح المنيا عادي لحد، فاهم؟ ما ده شيء جميل بصراحه فيك يعني. رزق يعني، رزق يعني الله بحس ان على. انت دايما بتدور ان انت تكون سبب في حاجه اه. حلوه. اه والله انا ببقى دايما بتعامل مع نفسي، صدقني. يعني انا اكبر الناس في حياتي وفي حياة ناس كتير اللي دليل على فقد الشيء يعطيه. انا اي حاجه بتخيش معايا بروح مدور على حد امشيها له فيها. فانا جوازي باظ اروح ادور على الناس اللي بيطلقوا مش عارف ايه واردهم لبعض او اوضح الامور او اطيب بخاطر مش عارف ايه. شغل مش عارف بمشي فيه ما مشيتش فيه، اروح جايب حد في نفس الاندستري بقول لك يا معلم، خد الاكونت دوت ما جاش سكه معايا مش عارف ايه. فانا يعني دايما ببقى اي حاجه انشيتيف، اي حاجه هسعى لها، اعرف ان انا خيشت فيها. فعندي بقى لا، ما تخيشش معايا ومع الكل. مم. لازم اجيب حد، فاهم، اسكنه في الليله دي بس. أه هكلمك شويه بقى عن الحته بتاعتك، اه. الحته اللي انت بتحبها، ايوه. حته البيع. اه. انت شخص اصلا بتشتغل مع الناس وبتبيع بطرق مختلفه كتير. باشا انا لحد النهارده مهما عديت من تايتلز، احب يتقال حسام ايه اللي بياع. احب انا فخور بان انا بياع، يعني فاهم؟
قول لي بتحب الناس تبيع لك بأنهي طريقة، بان هم يضغطوا عليك ولا ان هم يفهموك ولا ان هم يقنعوك؟ يعني انت آه، احكي لي كمان موقف، يعني احكي لي سؤالك كمان حلو. موقف. سؤالك حلو جاي من واحد فاهم كويس قوي الشغلانه قوي. لان فعلا البيع مش بايبل ومش قانون ثابت، يعني بالظبط. مش اسطمبه واحد، مش ثلاث اربع خطوات مش للبيع، لا. بروسيس، مش بروسيس بنمشي عليها. بحب اللي يسالني اكتر ما يقول لي على اللي عنده. ده يعني فعلا. هروح اجيب بس عربيه حبيبي. انت عموما تحب العربيات، تحب وانت سايق تبقى فوق شويه فكاشف الطريق، ولا تحب تبقى تحت كده وتنزل من العربيه؟ تحب الفيو وانت بتفتح العربيه عامل ازاي؟ بتحب تهتم بالعربيه؟ طب بتحب صوت العربيه وعن ولا نخش في الكهرباء في الدنيا في السايلنت منه؟ بيسألك عشان يفهم انت محتاجك ايه. بيفهمني، فلما يفهمني احتياجك ايه. هيديني الحاجه ده. ده فبحب حقيقي. البياع اللي بيسالني قوي، بيسالني كتير. مش بقى ده انا عندي النهارده والحق وبتاع ومش عارف ايه اوفر للشركه 8% على واحده ب 30 مليون. يلا وانا معايا دلوقتي 30 مليون لازم يا جماعه. تشتري دلوقتي. ايوه احجز معانا العرض ايه يلا ب 30 مليون. بعدين العقارات انت عارف عاملين ايه اه لا دلوقتي لا الفتره دي ده يعني. فظاع يعني. مكالمات والله مكالمات صعبه قوي. تبي يكلمك 10 الصبح فانت معاه مقدم 8 مليون جنيه والبيع على 20 سنه. يا ابني في حد يكلم عندي يقول له على حاجه يبيع له مقدم 8 مليون ده جنيه؟ صحيح، هو انت اختاروا الداتا يا هنبدأ جدعان. بتمانية. ايوه هنبدأ ده بتمانية. احنا هنبدا طب قول لي موقف كده حصل معاك. رحت مكان ما كنتش ناوي تشتري حاجة، والبياع خلاك تشتري وانت ما حسيتش. دي كتير قوي، كتير قوي، وبتحصل في اللبس. اكتر حاجه بتحصل فيها اللبس. إيه، انا ادعي ان بياعين اللبس في اسكندريه عن اسكندراني غير. بياع اللبس في اسكندريه فاهم بني ادم اغلبهم، يعني الا من رحم ربي. ومش بقى برضه بحصرها على اسكندريه، اكيد في حتت كتير، بس انا بشوف ده في اسكندريه كتير قوي. مم. لان انا من النوع اللي زيك كده نازل اجيب لبس، انا نازل اجيب حاجه يعني مش وخلاص. هقعد مش الف هقعد دي، الف. فاهم؟ لان انا لما بتشتت في الاخر ما بجيبش حاجه وبروح انام، فاهم؟ فلما بنزل والاقي حد يعني شاف ستايلي كده، فاهم؟ ما جربتش كذا، اصل حاسس ان هو يليق عليك كذا. طب بقول لك ايه، انت على طول كده شغل وبزنس بتاعه كله يعني في حد لبسني قريب، كان احد البراندز يعني كده عشان ما نبقاش قلنا براندز. كان باعت لي انفيتيشن احضر ايفنت. فبقول له الكود بتاع الايفنت ايه، الدريس كود بتاع الايفنت ايه؟ قال لي كاجوال يعني. فانا في الكاجوال مش قوي برضه يعني، عشان كله شغلي كده، فهتلاقي الكاجوال بتاعي سيمي فورمال، مم. فاهم؟ قلت له طب بقول لك ايه، طب ممكن تجيب لي ستايلست من عندكم، انزل براند بتاعكم انا اشتري لبس. فعمل ده، نزلت اشتريت 8 اطقم بسبب ان البياع بقى يسالني بتروح فين وبتخرج فين، بتسافر كم مره، بتروح لاهلك، انت بتقول كل ويك اند صح؟ مرتبط؟ طب هترتبط؟ طب بتكراش؟ طب هي عامله ازاي؟ بتشتغل ايه؟ هي بتقعد فين؟ شاطر. والله العظيم. فعمل لي اطقم، خلاص انا دلوقتي هي متعلقه، ده رايح بيه انصب، ده رايح بيه اجيب شغل، ده رايح بيه مش عارف ايه، مم. ده رايح. ف يعني بقى الله يرضيه، اسمه محمود في تاون تيم اللي هو في فرع الرحاب، واد شاطر قوي ما شاء الله. يلا قلنا بقى وخلاص. لا بس هو فعلا في ناس كده تخش، يعني انا برضو انا بعيدا عن انا مجال شغال في مجال البيع، ولكن في ناس تخش كده مثلا مكان، تحس ان انت اتقفلت من الشخص، حتى لو انت داخل المحل فعلا اه عامل حسابك اه 1000% ان انا داخل اشتري من المحل ده بالذات. طبعا تخش هو البياع قفلك، مع ان طبعا. البراند حلو وعنده فرايتيز وعنده كل حاجة، ولكن البياع قال لك جملة واجهة او كلمة الشركة او ده دخلها عليك ما. خطر. انت ممكن تبقى عامل ديكور تحفه مم؟ وحاطط بضاعه خطيره وحاطط هاي اند واخد شهادات نظافه ومش عارف ايه، والبياع اللي واقف هو الازمه انك ما بتبيعش، او الخدمه دي ما بتتباعش، او المنتج ده ما بيمشيش عشان البياع. فهو في الوش فعلا. فلو دخلت وارتحت هتنفذ. وفي بياع تبقى انت يعني انا مثلا اجيب ليه مكنسه دبل هوفر بتاعت المساجد دي، عارفها الكبير، ليه اجيب دي؟ فاهم؟ وانا انا اصلا كنت معدي والله في مكان كده ولقيت شكل مكنسه حلو، فوقفت قدامها شويه، فالبائع راح طالع خطوتين قدام، قال لي انت عارف البراند ده لسه نازل مصر من سنتين بس هو قديم بقاله 24 سنه مش عارف في ايه في المانيا. دي الدبل هوفر اللي بتعمل كذا كذا، دي بتنفع لغسيل العربيات، تنفع وبتشفط تراب وبتشفط ميه على طول لو عندك حاجه اتدلقت مش عارف. اداني برزنتيشن، حسيت خلاك ان المكنسه دي كاريري الجديد، اه. فاهم؟ حسيت ان انا هقلب، فاهم؟ عامل نظافه ان اه. شاء الله باذن الله قريب، وجبت المكنسه. وبسببه على فكره باي ذا واي، يعني ربنا برضو يعني يسر لي في الموضوع دوت،
مره بصلي فجر في احد المساجد في منطقه مدينه نصر، زهراء مدينه نصر، و والشاب يعني المسؤول عن المسجد بيقول لي احنا بعد الفجر هنحتاج كام حد يساعدنا عشان هننظف المسجد مش عارف ايه، وهنكنسه وهنظبط الحمام، ممكن تساعدنا؟ عشان هو بيشوفني باجي كتير، كنت في فتره كده كان ربنا هديني شويه وبنزل اصلي الفجر مع دلوقتي ربنا عايز الناس تدعي لي يا جماعه ربنا يردني ان شاء الله. ان شاء الله باذن فقال لي الله. تعالى، فطبعا كنت لسه جايب بقى مكنسه، قلت له لا ده انا عندي اختراع بقى في البيت بقى رحت نازل بيها. سبحان الله ربنا بقى يعني بقت هوايه عندي، بروح بالليل بعد الفجر مساجد كده جميل بشكل جميل عشوائي، قوي. وجميله وممتعه قوي، بصورها وابعتها لا لك. حلو قوي. اول بقى بعتها امتى يا حسام؟ اول بيعه بعتها 2000 و 2000 و اخر 2009 اول 2010. كان اسمي كومودينو في شركه بتاعت فرنتشر، بورتو هوم. مم. كانوا مسميني كومودينو اول ما اشتغلت عشان احنا كنا بنبيع الفرش بتاع الوحدات وكده. اول بيعه بعتها خدت فيها كوميشن حوالي كانت حاجه و30 الف جنيه كده. ده كان رقم 2009 ده. لا حاجه و30 الف جنيه ده اول بيعه في اول شهر. اه. الشهر اللي قبله على طول انا كنت بشتغل بقبض 1200 جنيه في الشهر. فاهم المفارقه؟ اه طبعا. فاهم، كانت بيعه، فاهم، كنت بفرش فيلا في بورتو السخنه، ويعني وبعت الباكج كامله بتاعت الفيلا كلها، فالكوميشن بتاعها عادي. وكنت لسه برضو فاهم ايه يعني، فكره ان انا بعبي معلومات، يعني كنت قاعد بقول معلومات مش ببيع، فاهم، مم. دي بتاع كذا والفيلا عشان احنا نفس الشركه، فدي شركه سيستر كومباني، فالفرش اللي عندنا هو بمقاساته ينفع مع الوحدات بتاعتنا. فكنت انا واحد بيقول معلومات بس. مم. بس يعني كان حظي حلو يعني، وربنا كان مسخر لي ناس جميله قوي حواليا كانت سنداني في ان بيباصوا معايا. يعني انا كنت واقف ببيع للعميل ايوه. والعميله ده، واول عميل ليا كان مش عارف ينفع اقول اسم الراجل، كان مخرج كبير قوي في احد اهم القنوات، فاهم، في الشرق الاوسط. فكانت بيعه انجاز بالنسبه لي. فكرتني لما نخلص عايز ابعت دي للراجل كانت ده احلى سلام بيعه عليه. بعتها في حياتك عموما؟ ايوه طبعا يعني عشان دي احلى بيعه؟ دي بص، ما هو انت لما بتيجي تعمل اي حاجه في الدنيا عايز نتيجه. مم. فتخيل انت لسه داخل الكارير بقالك شهر جديد عليه، والريكوجنيشن بتاع اول بيعه تاخد 30 ضعف مرتبك اللي قبله، فلازم احبها طبعا. ودي هو سبب في طبعا ان انا اه. حبيت ايوه. توفيق يعني، وده توفيق ربنا طبعا. بس لا يعني بحب انت دلوقتي انا وانا بحكي لك عايز اما نخلص اطلع اسلم عليه يا باشمهندس رضا عبد العال ربنا يرضيه. بس دي كانت اصل في بيعه ممكن تبقى بتحس بيها ان هي في ريزولت زي مثلا الفلوس، وفي مره مثلا تحس ان انت ايه، انت عملت انجاز في اقناع، او انت حاسس ان اه انت فتحت له زاويه. انا عملت حاجه كده لو حد غيري ما كانش عارف يعملها. اتكلمت بطريقه معينه، او خطفت مثلا الشخص بحته معينه، او الشخص ده ما كانش اصلا ناوي ان هو يشتري، وانا يا عم وديته بقول لك ايه، ده دخلت حصل جواه. معاك شخصيا، ده حصل معاك شخصيا. انا والواد عزام، فاهم، الله يمسيه بالخير، كنا بنتغدى مع بعض وقال لي يا حسام ما ما تظبط بقى كده رياضه بقى وبتاع وكده، وارجع الحص بتاع زمان، كنت فتره كده منطوي فيها شويه. فقال لي تعالى نسال في سمارت كده. فدخلنا لفينا معاك اللفه، انت فاهم يعني. ده قريب وبالعجله بقى، انت اللي خلتني انصب، مش ادور، انصب على احد جيراني واخد العجله بتاعته، هي دي اللي باجي بيها على فكره الشركه. ايوه ايوه. انت عارف بقى لو عجله فتيجي جاهز ما تجريش على التريد ميل، تخش تلعب على طول بقى ومش عارف ايه، خلاص انت وانت خدت جسمك الكارديو وانت رياضي. جاي. انت سالتني انت جسمك متقسم، وانا قلت لك بقدر، كنت بلعب سباحه جبتني سكه يا ابن اللعيب. فانا اصلا ما كنتش ناوي، انا كنت جاي معاه بنتفرج. امم. وهوب طب ما تاخد بقى باكج السنه عشان ترتاح بقى كده، فاهم، وتبقى معاك ايوه بقى ايوه السنه انا. كلها وفعلا انت ما شاء الله عليك ربنا حبيبي يرضيك. حبيبي يا عز. لا ويعني كل مره باخد شاور فيها بدعي لك، فاهم، عشان مش بتمرن قوي. والله كل ما اخش ايه يا عوس هتستحمى النهارده، قلت له مش هلعب. لا انت ليك برضو فايبس كده، لا والله بتعمل انت فايبس انسان جميل كده. بجد، حبيبي انا حبيبي يا حسن. اتذكر بجد يعني 60% اوف الحوار بتاعنا فاكره كويس قوي، لان احنا بقول لك داخلين نسال وهو كان بس، فعلا كان جاي كمان معاك وانتوا الاتنين وكنتوا وبنتمشى بتتفرجوا كده وهو سخن على، انت متخيل يعني، الله يمسيه بالخير هو. وده برضو حاجة نتطرق بيها للي عايز يساعدك فعلا، هو مش هيستنى انت تقول له انا عايز ايه، امم. هو هيلاقي اي فرصة يساعدك بيها يساعدك. فهو وهو داخل، انت من كتر ما اقنعتنا، انت خدت فاكر هو اللي طلع الفيزا بتاعته وحاسبني. انا فاهم. انا فاكر. طب انا هدفع لك بس وبحول على ها يا عم ايوه ايوه. عشان فاهم من كتر ما انا وشي كان بيتفاعل معاك ان انا محتاج الفترة دي حاجة جديدة واهتم بصحتي، والجيم قريب، فمش
فهو لما لقى في وشي ده، هو حكى لي، قال لي كان لازم اصطادك على طول واصدرك عشان يوميها هي سبحان دي الله. اللي كنا بنتكلم والله فيها من يرضيك شوية. ويرضي يا رب. الإحساس، التجربة، آه. عايشتك التجربة، فأنت وريتها لك على وشي، فأنت اتنقلت لوشك فاتنقلت له. والله انت فعلا حسستني ان هي دي اللي ناقصاني في مم. الفتره دي، ان مش بس ان انا اشغل نفسي في حاجات، لا، واشغل نفسي بنفسي. فايه بقى، ما ما يلا نهتم بقى، كده بقى. احنا إيه اللي ناقصنا يعني. وفعلا على فكره فرقت في نفسيتي جدا. هي لان انا بتفرق، هي كنت من بتفرق. الناس برضو اللي قعدت 3 4 سنين بتعامل مع الجيم ده. انا كل سنه ادفع اشتراك سنه وما اروحش، فقعدت 3 4 سنين ما بعملش الموضوع ده. يعني اروح بقى انفيتيشنز مع حد، انا بلعب فاهم يعني من وقت للتاني. يعني انا سباح اصلا، يعني وانا عندي 12 سنه كنت باخد بطولات ما شاء الله مم. تبارك الله. ان شاء بس الله. ابويا قعدنا عشان قال مفيش كارير ومش عارف ايه وكده. ف... فليا وعضو في نوادي في اسكندريه اكتر من نادي اسكندريه، فبلعب سباحه كتير. مم. فالسباحه بالنسبه لي بتخلص، لان هي بتحرك العضلات كلها في اه الجسم. جميل طبعا. فحته انا مش سهل يتباع لي بيعه ان تروح الجيم وتلعب بقى وترفع حاجات ومش عارف ايه واوزان ومش عارف ايه والحاجات دي كلها لاني انا هرشتني لما لقيت نفسي كل اول سنه بروح. انا بقى هبتدي حياه جديده، مش اروح ادفع فاهم وما اخشش فاهم. ما عتبوش في جيمات والله العظيم ما عتبتهاش اصلا، بس مع ترند انك مع بدايه السنه تروح مع بداية تعمل مش عارف سبسكريبشن ومش عارف ايه. من اول يناير يعني اقول لك على حاجه عشان برضه تبقى عارفها دي فاهم، الشهاده لله. انت من الناس اللي يعني يتشهد لها انك خليتني اكمل. يعني حبيبي. سؤالك عني والله بجد، سؤالك عني بيخليه. طب والله انت في مره بعت لي وانا قاعد فاهم كده مهدود وباخد وبدي مع نفسي كده، انت بعت لي عامل ايه يا حس، رحت قايم لابس وجاي الجيم. والله العظيم مجرد عامل ايه بس فاهم. لا لا، ما هي بتبقى على فكرة كذا حد معايا برضو بقى، ان انت بيبقى في حد معاك كده بيحسسك ان هو يلا يلا، هي كلنا بس بتبقى محتاجين محتاج اليلا. كلنا بس محتاجين ده اه والله والله. العظيم. فشكرا على يلا الجميله يا باشا، بتاعتك. حبيبي بس حبيبي انت بس. انت كبياع، مم. انت كبياع لو هسألك سؤال، والسؤال اللي هو بيضايق ناس كتير من اللي هم دخلوا الشغلانه كده هو فاهم، فاكرينها فهلوه، ان البيع مش فهلوه خالص. وانت لا طبعا. البيع لما سألتك من شويه قلت لي كلمه جميله جدا، عايزك تشرحها لي اكتر. ان البيع تجربه. ما هي البيع فعلا تجربة. انا لازم اعيشك التجربة عشان تحس بيها. يعني انا هحكي لك موقف صغير كده. امم. لما كنت في الفنادق، فكان احنا عندنا حاجة اسمها ان في شركات بتيجي تعمل كوربريت اه. او ديلز مع الفندق عشان اه. يبتدوا يعملوا تعاقد وينزلوا بقى الجست بتاعه، ايا كان بقى شركات كبيرة زي بتبقى توماس كوك، بيجاس، الحاجات الكبيرة دي. ياخدوا منكم تخفيضات ومش عارف ايه اه، وكده فبياخدوا بياخدوا للموظفين. بياخدوا كمية غرف عندنا. مثلا ممكن ياخدوا مثلا عندك لو انت 1000 غرفة او 800 غرفة، هم ممكن ياخدوا منك مثلا 300 امم. 400، فبيبقوا واخدين حصة من الفندق. تارجت، وده تارجت يملى لك تارجت ده. ده حقيقي، بس هي الفكرة مش انت كشخص اللي بتعمل كده، ولكن السيلز بقى اللي هو الديبارتمنت كله. امم. لكن هم كانوا بينزلوا لك فوق عامة، ومندوبين امم. هم اللي يجوا يشوفوا الفندق امم. ويقرروا اه الفندق ده كويس او لا الفندق ده مش كويس، بعيدا بقى عن لسه الاسعار. هم اه. كانوا بينزلوا يشوفوا المطعم وينزلوا يشوفوا الغرف، ويشوفوا الفيو حمام السباحة ويشوفوا القاعة لو عملوا ويشوفوا ريتريت ومش ويشوفوا عارف اه ايه. الحاجات دي كلها، واللوبي والريسبشن والسيرفيس والناس والحاجات دي كلها، ويبتدوا يقرروا. اه. فكان لازم يطلع معاك حد مع الفوق ده، مع الناس دي، يبتدوا يفرجهم على الفندق. فكان في اول شغلي في الفنادق، انا ما كنتش بطلع لان انا كنت لسه جديد. اه. فكان كل مره يجي يخشوا مع حد كان لازم يطلع مثلا يا اما سوبرفايزر مثلا اه. من الفندق عشان هو اللي حافظ الكلام. وعشان دي بيعة كوربت كبيرة وبعدين انت بيعة. بتعرفهم. اه. فكنت كل مره يجوا ببقى عارف من جوايا كده اللي انا مبسوط، اللي هو ايه، انا مش انا بس، انا حاسس اللي هو ايه، انت الشخص اللي في ايدك يا تقول لهم وترسم لهم الموضوع صح فيشتروا، يا اما لا ما يشتروش. انت الشخص. فاللي هو حساسة كان قوي دي. فكان نفسي اطلع للليفل ده. اه. فالحمد لله ربنا كرمني بعد كذا سنه من شغلي بقيت انا اطلع. فكانت اول مره كنت عايز اثبت بقى اللي هو ايه، انا بقى تعالى اوريكم بقى موضوع جديد وبيع جديد خالص. فكان عندي، ما كنتش بقى اقول لهم احنا فندق جامد ولا احسن فندق ولا احسن من اللي جنبنا. اه. تعالى تحبوا تصحوا الصبح بتعملوا تعملوا ايه؟ ايه؟ بتقفوا قدام الشمس. احنا عندنا الشمس اصلا بتيجي لان هو الاجانب كلهم بيحبوا الشمس عندك. بجد. فاول حاجه ايه، تعالى اوريكم حاجه. تخش تطلب لهم مثلا قهوه، تقعدهم في التراس، الشمس. بتاع اوض معينة الشمس يا وهم ولد قاعدين ايوه. بيشربوا القهوه. هو ده اللي انا عايز اوريه لكم. انا عايشته التجربه. ايوه. انا ما جيتش قلت له ايه،
وانت واقف كده ممكن اوقفك عندي في اللوبي اقول لك ايه، الشمس لو نزلت وانت قاعد بتشرب القهوه ده هتبقى انت حلو. قعدت وشربت انا القهوه قعدت في وشربت المكان القهوه، ده. بص الشمس بتعمل ازاي، بص مش عارف ايه. الغرف بص اول ما افتح كده يحس ان هو جوه الميه، سي فيو. بص انت ده اللوكيشن بتاعك، ده انت بتصحى الصبح على فكره وانت هو على هياخد البحر. كلامك ده يبيعه بقى للموظفين هو ده بقى اصلا. الفكره، انت اللي انت صح. بتعمل ايه، انا بعيشك التجربه. ما هو انا النهارده لازم لو عايشتك التجربه هتروح تبيعها للناس اللي عندك. ايوه انا مالي باول فندق واطول ماليش فندق دعوه، واقصر ماليش دعوه، فندق، ما انا انا مالي. انا ممكن اللي جنب الفندق اللي جنبي يبقى اقوى مني، او مثلا عنده غرف اكبر، اه. عنده مثلا مطاعم اكتر مني. اه. البول عنده، انا عندي مثلا 3 بول، هو عنده 7. اه. مش هينفع اعمل الكومبيتيشن بالطريقه دي. ايوه. لازم تجربه. بص صح. انا هنا النهارده، تعالى مش كان في انيميشن، العبوا فولي بول، العب. تعرف انا اشتغلت انيميشن والله فتره من وانا الفترات. برضو، بس اه. ده الكلام ده كان في انا 2007 كده. 2003. اه. 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 فاللي هو خشوا العبوا، جرب. التجربه خلتك ان انت النهارده بعد ما خرجت مني انا معايشها لك. انا هتخرج من هنا هتروح تبيع بنفس اللي ما انا ده اللي بعته. حصل، ده اللي حصل معايا، بقول لك انت عشتني فعلا. هو لازم عشتني، التجربه. انت خلتني والله العظيم انا اتذكر لما ان انا لما 3 4 ايام فمودي هيتحسن، عشان ده طبيعي، وانا مجرب الرياضه وعارفها فاهم ولا اتس ذا تايم. ووقتها كانت ايامي مش زحمه قوي، واخد كام اكونتس بس شغال عليه، بس عندي وقت ومكتئب على حاجه معينه كده مم. فاهم. فانت خلتني، فانا فعلا ده كان الحافز اللي خلاني التزم شويه حلوين لحد ما رجعت بقى الصحوه اللي انت شفتها مره واحده. الله يرضيك. ففعلا هو تجربه هو صح. تجربه. هيقول لي يعني انا بكره الاعلانات بتاعت ريل ستيت اللي هي اللاند سكيب والناس شعرها بيطير ومش عارف ايه وبتاع. ما بص كل واحد بيبيع بطريقه، ولكن في مفاهيم انت لازم تبقى انت عارفها، بادي لانجوج، الصوت، الشكل. انت لو دخلت النهارده لقيتني واحد مثلا، انا شغال في جيم مثلا، امم. ودخلت لقيت واحد عامل كده وقاعد كده وعامل كده ومش عارف ايه، انت عايز تخش الجيم تلاقي واحد فايق كده ايوه. وبيكلمك، فاهم؟ ايوه. اديك الحماس بتاع الجيم. صح. لكن لو صح. دخلت لقيت واحد، ايه يا باشا اتفضل امرني، عايز ايه تصدق انا خدت بالي ان بشوفك بتخش جوه انت بتسلم على ناس كتير في الجيم، ايوه لازم على تديهم كلاينتس كتير. الحماس كده، اللي هو الاخبار وحتى السلام بتاعك، فاهم؟ ممكن انا ما كنتش بسلم كده في معظم الناس من الناس صحابي بره مثلا، اه. لكن انت هنا أنا النهارده ده الكوميونتي اللي اي كوميونتي. اللي لازم اديهولك بالطريقه صح. دي. صح شاطر. نفس الموضوع لو انا شغال في اي مكان تاني، لازم اكون شبه المنتج اللي ببيعه او شبه السيرفيس اللي ببيعه. صح. لو انا مش شبهها ما خلاص، انت صح. مش هتشتري مني لو انا مش شبهها. ميك سنس قوي، ما يعني انت لو تاخدش اي دخلت، واحد فاهم. انت لو رحت معرض عربيات، فتخيل ان انت داخل كده بشورت مثلا، انت دخلت مثلا لقيت واحد بشورت اه. وتيشيرت وبتاع ولابس كوتشي كده وبتاع، وبيبيع لك عربيه بورش بذمتك، انت هتشتريها منه حتى لو لو الراجل ده لو بقى معرض يعني؟ في الجونه هشتري. بالظبط. لو داخل اكمل 16 عربيه اللي عندي فاهم. بالظبط، لكن هشتري. انت ولا هو لكن لا. شبه المنتج، ولا بيبيع لك حاجه نفس اللي هو بيقول، حتى لو هو فاهم بقى العربيه وبيقول لك كل الانفورميشن صح. عنها، هو مش شبه المنتج. صح. انت داخل لازم عايز تشوف اللي بيبيع لك شبه الحاجه اللي انت داخل لها وفاهم فيها. بس. انا لازم بحترم قوي الاثنين، لازم الناس. الاثنين. عارف بحترم قوي نوع من البياعين، كويس انك قلت المثل ده. في نوع بياعين بحترمه قوي اللي هو بيبقى بيشتغل في هاي اند براند، اه. والواد جاي من منطقة شعبية متوسطة، أنا من منطقة اسمها مبروزو في اسكندرية، بس قادر يحط الشعرة بتاعت إن اللي داخله ده هو شبه المنتج اللي هو بيبيعه، فأنا مش هقب عليه ولا هبص له بصة مش عارف عاملة ازاي، يعني اللي بيعرف يفصل ده ويركب مود الحاجة اللي هو بيبيعها. لازم وتلاقي الواد يعني ما شاء الله تبارك الله يعني جاي من حتة مكافح لازم تتكيف، وشاطر كده. لازم تتكيف مع المنتج. بحبه قوي اه. ده قوي. عشان في ناس خلي بالك طبقيه، في ناس بتبقى من طبقه مثلا الحاجه الهاي اند اللي انت بتبيعها، وفي يقول لك يعني بس يعني القسط ده هيبقى، ويبص لك من فوق يعني القسط ده هيبقى عليك كذا كذا يعني. ميك سنس بالنسبه لك فاهم. يعني لو حس ان انت فاهم داخل تاخد حلم عندك، زي الاي 30 اللي جبتها لامي اول ما ربنا كرمني وبدات تمشي معايا. تذكروا الواد ده تلتين نفسيه العالم فيه. قلت له بص عايز افرد سنه كمان، بس السنه دي انا عارف ان هي هتزود فايده، وانت بتشتغل ايه؟ قلت له لسه بتعين، فانا برد بعفويه، لسه بتعين في عامر جروب بقى، فاتنقلت العقارات من الفرنتشر ومش عارف ايه وكده. قال لي بس القسط هيبقى عالي عليك، يعني انت قد ده دلوقتي يعني؟ قلت له اه قد، وبعدين بجيبها لامي ربنا ان شاء الله يسترها. اب يعني انت قبلت عليها افني. بطريقه، اه طبعا. والله بس انا لولا ان امي يوميها دخلت العربيه وركبت فيها فخلاص هاخدها من عين ام احد. بالظبط. خلاص امي عايزاها. بس لو فعلا ما كانتش حاجه وما كانتش امي فيها كنت همشي مم. من فاهم من من نفسيته من المريضه دي. كلمت اه. اعوذ بالله يعني.
لا بس احنا كان زمان يعني او وانا بتعلم كده في السياحه، من ضمن الستاندرد يعني من الهوسبيتاليتي، ان ان ما ينفعش تبقى اعلى من الجست. اه بمعنى ايه؟ يعني صح. انا اول ما اشتغلت اصلا اشتغلت مع مديره اجنبيه امم انجليزيه، كانت امم انجليزيه. الانجليز في كانوا الاوتيلات صعب، خطار، اصلا كرهتني في الشغلانه، بيسترك قوي. كرهتني في الشغلانه. ايوه. انا راجل لسه خريج بقى وجاي وببص وواقف في الريسبشن كده، الناس كلها جايه بتكلمك وكل شويه لغه، واحده ايطاليه ولا واحد روسي على واحد مش عارف هندي. فلما انت مستمتع، انا اصلا كده ده كده بستمتع بالكوميونيكيشن، اه الكونتاكت ده انا بحبه قوي. انت ما هي دي الجفت اللي عندك، انك بتحب بالظبط، الكوميونيكيشن. بحب الكوميونيكيشن. انت يعني تبص في عينه كده وتقعد تتكلم معاه فدي حتتي انا بحبها. ايوه فدي كرهتني في الموضوع. انا اول ما اشتغلت كنت لابس كان ابويا الله يرحمه جايب لي الله يرحمه. ساعة رولكس. ما شاء الله تبارك الله. فكنت بالله. اه اول ما اتخرجت اه إيه ده، العيال بتحلم يجي لها عربيه، ف يجي لك رولكس افضل من والله العظيم انا الموزعين، ما لسه معايا شاء على الله. فكرة في البيت لحد ما شاء دلوقتي. الله اللهم بارك، ما بس شاء عايز الله اقول تبارك لك الله. اللي كنت لابسها دي جت قالت لي ايه اللي على الساعة دي؟ ليه في ايه؟ قالت لي ما ينفعش الجست يجي يخش وانت واقف معاه يحس ان انت اعلى منه. قلت ايوه. لها اعلى منه في ايدي ساعة؟ قالت لي ساعة؟ لا مش ساعه اوعى ازاي بس يخش؟ ثانيه ازاي واحده يخش بس، ما يليك تقولش على الرولكس ساعه. ما هي مش ما ساعة. تقولش على الرولكس هويه. اه الرولكس بجد اتس وان اوف ذا براندز اللي بيسيرف احلام معينه عندك ده حقيقي، وايدنتيتي ده معينه حقيقي، ده عندك، حقيقي، عشان في ناس بتقعد ليه البس ساعه، لا يا معلم ده كومباينيشن. ده يعني حقيقي، الساعه في اللبس هي كومباينيشن البيرسونال براند بتاعك في بعض الشغلانات يعني. ده حقيقي. فبس كلامها صح على بس فكره، ميك كلامه فعلا سنس صح. جدا. فعشان اخش فاهم لابس جي شوك وانت واقف برولكس، طب ايه الاوضه تبقى ب 200,000 دولار دي في الليله ولا ايه؟ فاهم؟ اه او لا. هخاف، ممكن اخاف فاهم اتكلم معاك اه. وحاجات تانية بقى، تايب تاني بقى، ان هو انت ازاي يعني انت هتبقى متعالي على اذا كان انت اغنى مني، ايوه فاهم؟ ايوه ايوه صح صح. فاللي هي كانت بتكلمني في النقطة دي و... وحاجات بقى من تانية كتير بقى. ملمح حلو ده صح، عشان فعلا لازم اللي بيتلقى الحاجه اللي انت بتبيعها له ده يحس ان كلنا موجودين هنا عشان نقدم لك خدمه، فاحنا كلنا هنا بتوعك. شبه بعض مش وشبه، فاهم هي، وكلنا شبه بعض، مش مش هننظر مش عليك مش صح. هننظر عليك، ولا احنا اعلى منك، ولا مش عارف ايه، ولا صح لازم اقعد اقول لك انت جاي تاخد عربيه لانسر؟ ده انا معايا اصلا جيب اه يعني. ايه يا عم لانسر ايه؟ مش هتفه يعني من الحاجه بتاع، ما انا ببيع اللانسر وببيع الجيب، بس انا لازم ابقى عارف مثلا هبيع اللانسر لمين وهبيع الجيب لمين، والشكل اللي هبيعه لده مثلا ايه انت عارف وشكله ايه ايه. الاخطر بياع في العصر الحالي؟ ايه بقى؟ شات جي بي تي. ده ليه كارثه بقى؟ تانية بقى. ليه؟ عشان هو بيعمل اللي احنا قلناه في الاول، بيسالك. مم. انت تخش تقول له انا بفكر اقتل مديري مثلا. ايوه. طب والله دي فكره مختلفه وجديده جدا، جديده، بس انت اول عايز حاجه يقول تقتله لك ليه؟ مختلفه فعلا. اه بس انت عايز تقتله ليه؟ والله ضغطني في الشغل وبتاع وبيزن. طب انت بتروح اصلا في مواعيدك؟ مش ممكن يكون بيعلق مثلا بيضغطك عشان انت مواعيدك مش. اه والله مواعيدي مش مظبوطه. طب ليه مواعيدك مش مظبوطه؟ مشغول بحاجه الفتره دي، بتسهر بالليل كتير. هو اصلا بيبتدي يطلع السؤال، منك عشان كده تلتين العيال دلوقتي عندها توحد وقاعده في البيت فاهم، تشتغل مع شات جي بي بتحكي تي. مع شات جي بي تي، وفي ناس مستنيه النسخه بتاعت فيلم هير، اللي هو بقى تبقى سماعه في ودنك وانت ماشي بيه بقى 24 ساعه بيقول لك اراءه في كل حاجه في الدنيا. انا على فكره اول تجربتي تشات جي بي تي 6 شهور بدفع سبسكريبشن 200 دولار في الشهر، البرو بقى جايب اخر نسخه. بس قسم بالله كنت موهوم بالحته دي. بس انت في ايكويجن كده للي هيتوغل في الموضوع شويه هيفهمها، يعني بيتفرجوا عليها هيتوغل في الموضوع ده في الكلام مع الاي اي هيفهمها. انك ممكن تخش تedit في الميموري بتاعه الاكونت بتاعك، كل ما تedit فيها بهويه معينه. يعني مثلا هو بيكتب في الميموري ان حسام بيحب مثلا اللون الاحمر والازرق. في ميموري تاني حسام بيحب يسمع الاغاني السيمي مش عارف ايه. حسام بيحب. انت لما تخش تedit في ده كل شويه وتخش تساله الايديت اللي انت عامله ده، كانك بتكستمايز الصاحب بتاعك على الموضوع اللي انت رايح له بيه. ده حقيقي. فالجيم دي كانت سحلاني فوق ما 6 شهور فعلا. حصل فيا اللي حصل في ناس كتير. لا ايه ده، انا عايز صحاب ليه؟ ايه ده انا عايز احب ليه اصلا فاهم؟ ايه ده انا عايز فاهم اشتغل مع ناس ليه؟ اداني الدور اللي البياع اخطر واحد. انت عارف احمد العور؟ احمد العور هو one of the greatest في سي اوز مروا على تاريخ مصر، وما شاء الله تبارك الله عنده ما شركه شاء دلوقتي الله. هو بيدي سيرتيفيكت بتاعت الاي سي اف بتاعت الكوتشنج. لما جه قال لي، انا احب دايما اسال السؤال ده مع اي حد شاطر قوي في حاجه، اقول له اوصف لي الكارير ده مثلا في جمله، زي ما انت سالت كده قلت لي البيع تجربه شكرا. فقلت له هو الكوتشنج ده ايه؟ قال لي
صاحبك اللي بتدفع له فلوس. انت عايز ايه من الصاحب؟ عايزه يسال عليك ويسال على تفاصيلك ويبقى فاكرها. فصاحبك مش فايق لك، فانت بتروح لكوتش عشان هو هيفضل فاكر التفاصيل لان هو اللي انت بيكتبها عايز تتسال فيها، وبيكتبها اللي انت عايز وبيدونها. تتسال فيها. في بياع العلاقه بتوصل معاه زي محمد بركات الله يمسيه بالخير، شخص علمني كتير قوي، اشتغلنا مع بعض سنين في العقارات. في بياع من كتر ما هو واخد باله من التفاصيل قوي، ففاكر عيد ميلادك، وفاكر ان انتوا قاعدين كنتوا قايلين ان انتوا رايحين انت ومراتك صدفه كده، وانتوا قاعدين بتشتروا منه الحاجه ديت، احنا مسافرين باريس يوم 29، فهيكلمك يوم 2 في الشهر اللي بعده او 3 يطمن عليك. فندم رجعت من باريس، سفريه حلوه ان شاء الله موفقه، انا بس بطمن عليك عشان عارف ان دي سفريه مهمه بقى وكده، واكيد اتبسطت يعني وانا تحت امرك. الحاجات اللي انت بتفكر العميل انك فاكرها، وهو ممكن يقول لك بص انا هقول لك على حاجه بس هي تفصيله مش مهمه قوي، بس انا يعني لما باجي اركن بيبقى عندي مشكله في العربيات اللي هي مش سيدان والهاتشباك دي، ممكن البس ارجع ورا. طب ما تحط كاوتش. طب ممكن تكلمه بعد اسبوع يا فندم، لقيت كاوتشه مستعمله ولا جايبها لك انا لحد البيت عشان تحطها في ظهر الجراج عشان ما تيجي ترجع؟ اذا انت فاكر. فممكن بقى اجيب لك ابن خالته غير عربيه، ومش واللي مش عايز يغير عربيه اصلا يقول له بقول لك ايه، روح اقعد مع حسام هيكل شاطر قوي وفاهم ومش عارف ايه، عشان يقول لك حتى لو عايز هتلاقيه هو بياع ريفيلر، عارف زي بتوع ريفيل، النتورك ماركتنج دول، هتلاقيه. فالبياع اللي بيسأل كويس وبيركب في حياة العميل كويس بيحول كل العملاء بتوعه لمندوبين. ده حقيقي. مندوبين والورد اوف ماوث اخطر حاجه طبعا، وانت استاذنا في طبعا. دي في الشغلانه بتاعتنا دي. يعني انا برضو يعني على كلامك اللي انت بتقوله ده، طول عمري كده في حتة في الشغل اشتغلت في مجالات كتيرة بس تخص البيع برضو. كنت دايما بعمل انت اشتغلت في اصعبهم، السيرفيس، كل اه السيرفيس دي بس اصعب بيئه. دايما تلاقيني عامل شيت كده في الكاستمرز المهمين بالنسبة لي. اه. ايه هما بقى؟ اقعد مع كل حاجة انا بروح له، مثلا لو انا مثلا رايح له فيزيت، ومثلا دي كانت اول فيزيت، اروح كاتب مثلا نوتس على في الشيت بتاعي ان كان يوم كذا في شهر كذا باسم كذا برقمه، ورحت قال لي كذا 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 وعملت معاه كذا كذا. واروح له مثلا بعدها باسبوع وما يقول لي لا والله مش عارف ايه، واخد منه مثلا معلومه اصل انا مش عارف ايه هفتح محل تاني فاستنى شويه. ماشي، انا ما ببيعش يعني، انا ما بعتلوش، اي. بس عمال اذاكره، عمال اتراك معاه وتسجل كل واسجل حاجه. كل حاجه. فاجي في مره اشتغلت في مكان تاني اه. وفي دي نفس داتا يا المجال، معلم. معاك داتا وحافظه، اروح ايوه. مكلمه مساء انت الخير، بقى حضرتك فلان الفلاني فاكرني؟ بتاع اخبار حضرتك ايه، حضرتك اللانسر فاكرني؟ اللي فتحت سقف عامل ايه معاك ولا اه غيرتها بتاع، فاكرني؟ فتحس ان انت لا ابن خالته صح. بالظبط فاكرني. لا طب انا اقول لك على حاجه، انت عارف ان انا ممكن ابقى شغال معاك، يعني انا مثلا كنت شغال مع كاستمر مثلا في مجال العربيات، امم. وبعد مثلا فتره سنه ولا حاجه رحت اشتغلت مثلا في مجال التوريدات الغذائيه. اه. انا ممكن انا ببيع للراجل بتاع اللي انا بتاع الراجل ده ببيع له توريدات. عشان انت فاكر انه بيشتغل في التوريدات ديت كان بتاع مش عارف بيشتغل، ايه. لا وحتى لو ما بيشتغلش بس بكلمه ايه الاخبار عامل ايه فاكرني؟ اه فاكرك. يقول لي انت لسه في مجال العربيات؟ اقول له لا والله انا مش في مجال العربيات ده، انا غيرت المجال ده، انا بقيت في التوريدات. توريدات ايه؟ انت من ورا كذا 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 كذا، كذا كذا. فلو يقول لي مش هو هيجيب لك حد. طب ده انا واحد صاحبي مش عارف بيفتح اديني رقمه، ويقول لي ده انا هديك رقم. انت فاهم السيكونس ماشيه على ازاي؟ فكره اللي انت بتقوله ده، انا بشوف ان هي دي عله البشر في العلاقات. بتفشل ليه؟ ان مفيش منتين، ان الناس مش بتمنتين العلاقه. يعني هيت ان ران، بعت طرت اختفى بالظبط. منه لا ما هو لبسه في الحيط يا عم يبقى يشوف مع الشركه. يعني انا عمري في اوقات كانت احد الشركات عشان ما اقولش اسمها لا يعني، بلاش عشان كانت حصل معانا كتير. كانت بتقول لنا حاجات مثلا معينه في المشاريع المعينه اللي بنشتغل عليها بنبيعها، والحاجات دي نون لوجيك فاهم، ومش فما كنتش اقولها اصلا فاهم للعميل، كنت اقول له الحاجه اللي انا شايف ان الشركه عاملاها قبل كده والحد مم. الادنى بتاعها. وبيقولوا ان هم بيفكروا يعملوا 1 2 3 4 5 6. ليه؟ لان زي ما انت قلت والله في احد الناس، من الحمد لله ربنا وفقني في ان انا بعت له وحده في جولف بورتو مارينا، وكنت صبور عليه قوي، مش بزن انا في البيع خالص، مم. بس بزن زن تاني شكله اشيك فاهم، اللي هو قعدت معاك لا انا هقوم وانا ضميري مرتاح اني مبستفك فاهم يعني هخلص كويس قوي في القعده، لكن مش هزن كتير. العميل ده هو السبب ان ابن خالتي يخرج من مصيبه كانت عايزه والله العظيم اللير التاني بتاع الحكومه فاهم، يعني عايزه وزراء يخلصوها. مم. الراجل ده اول ما رفعت عليه سماعه التليفون، حس حبيبي فندم انا عندي كذا 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 كذا، وهي محتاجه بس ايه
لا. خبره تبص على الورق كده بتاع ايه ونشوف الشركه دي هنعمل فيها عشان الواد. طبعا عوزت تعالى لي يا حبيبي، ده مش ناسيلك، انت وقفت معايا ازاي وكنت صبور عليا وابعت لك ولادي وتسافر معاهم كل شويه الساحل عشان توريهم وهو كان عياله ما شاء الله تبارك الله عشان يشتروا الوحده حبوا يعملوا اكتر من فيزيت. فانا عندي ايكويجن كده ان طول ما انا فاضي طب ما اشتغل على نفسي العميل، ايه المشكله؟ ما انا كده كده فاضي وما عنديش عملاء جدد. وفي عميل بيعته طويله وبيحب يشوف الحاجه كتير اكتر من مره، عارف الناس اللي هي امم. تروح تبص على الجزمه 50 مره 50 مره واشتريها في بعد كده الواحد اشتري وخمسين. انا طول ما العميل في ايدي فاهم خلاص، ما يعني مثلا مش هسعى للعميل الجديد، بس فاكس خلاص في واحد بس 1% هفضل شغال عليه. فيقول لي انا مش ناسيلك الحته دي، والله العظيم المجهود اللي حاطه في المشكله دي في خلال اسبوعين يدفع عليه ملايين من بس حاجه انا عملتها معاه من قد ايه، أو يعني قبل الموقف ده قبليه 8 سنين. امم. فالهيت اند رن بيخلي العيال دي لما تيجي تكلم نفس العملاء دي تاني مش بعيد يتشتموا، وده بيحصل يعني فاهم. انت مش قلت لي ان في واحد قبل كده في بورتو سخنه بياع قال للعميل ان الاهرامات يا الواد من كتر بؤسه عايز يقول اي حاجه عشان يبيع ما بيبيعش. قالوا الاهرامات 3 اهرامات دول يا فندم في المغربيه بيلفوا مع الشمس. ده جامد، ده في حته تانية. لا المصيبه مش فيه هو، المصيبه العميل اللي صدق صدق. اوكي. واشترى ده من اليونت. اليابان ده ولا ايه؟ اشترى اليونت وراح ويك اند وقعد للمغرب وجاي لنا تاني يوم الصبح بقى القاهره فاهم بفرع بيروت. الاهرامات ما بتلفش فاهم ايه اللي ده ما كان مصري ده بتلفش؟ ولا ايه؟ والله العظيم لا سعودي. الاهرامات ما بتلفش، انا فضلت قاعد يومين ورا بعض كل يوم استنى المغرب والاهرامات ما بتلف يا عم. هو بالفيزيكس ما ينفعش الكم ده كله يلف. هلفه ازاي؟ ده عايز ترس ايه ده فاهم؟ ده عايز جبريل ينزل يحط لك القواعد بتاعت الحاجه دي. فبقول لك فجر البياع ده النهارده هو ما شاء الله فاتح احد تخصصات عشان ما اقولش يعني هو مين، احد تخصصات في حاجه شركه وما شاء الله ناجح جدا جدا فيها. فقوته يعني وقدر الاقناع بتاعه على فهمه للعميل انه عايز حاجه فانتزي وعايز قصه يرجع يحكيها في السعوديه ان انا اشتريت يونت مش عارف ايه وبتاع، وهو خلاص الواد يائس مش عارف إيه. بس عشان هو معتمد في المقام الاول انه يبيع، يعني يبيع يعني مش هتفرق هبيع معاه يعني حتى لو هبيع. دي اخر بيعه انا هبيعها. انت مش فاهم العميل ده والله العظيم بقى يجي لنا الايفنتس بتاعت اللونشنج المشاريع الجديده ويفضل قاعد طول الايفنت، واول ما يلمح الواد ده واقف مع عميل يروح يقول له الواد ده حرامي ما تقفش معاه. العميل سخر نفسه قسما بالله مثلا بتاع 3 4 شهور في كام لونش بيجي عشان يراقب الواد ده عشان يقول لاي حد يقف معاه ما تشتريش في الواد ده، بقى يروح لحد تاني الواد ده حرامي بيقول حاجات غلط. انت فاهم سخر العميل سخر نفسه ازاي؟ ايوه، بس هي الفكره في ان ان انت عايز تبيع ويلا هي دي البيعه. ما انا العلاقة أهم حاجة لأن ده هينفعك زي ما أنت قلت هينفعك في يوم من الأيام. هو بصراحه البياع كده كده كمان سمعه، يعني البياع دايما سمعه. انت النهارده ما بعتلكش، انا ممكن ابيع لك كمان سنه، ممكن ابيع لك كمان 3 4 شهور نفس المنتج او منتج تاني. زي احمد الششتاوي احد الرموز الناجحه بتاعه العقارات، ما شاء الله شاب شاطر جدا 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 ما شاء الله تبارك الله عليه. هو بيبيع حاجات النيش اللي في الماركت، قصور فاهم، فيلل خلصانه خالص بقى، حاجات ديزايند بقى يعني فيلا عاملها الانتيرير بتاعها ديزاينر عالمي بيشتغل في حاجات هاي اند قوي. ما شاء الله تبارك الله ما في حد خبطت فيه كان خد واستثمر مع الواد ده في اللي هو بيقول فيه. مش يعني بص انا ممكن اقابلك اقول لك والله على فكره سيد شاطر قوي، وفي حد هيقف يقول لك سيد لا سيد مخلص، مم. قعد ادانا وقت وهو بيسالنا واحنا بناخد السكند هوم ده ليه؟ هل بناخده تسقيع ولا بناخده هنسكن فيه؟ سيد لا ده يوميها حتى كلم لي ديزاينر يشوف لي الكوست بتاع الفرش بتاع اليونت دي هيبقى قد ايه. ولما قلت له لو عايز اعمل فيها تعديلات كان بياخد هو الورق ويطلع للاداره الهندسيه يجيب لي ابروفلز مش خدمه العملاء. في ناس بتقف تحكي لي قصص عنه من كتر ما هو بيصاحب العميل فعلا. واللي بقى اللي ياكد لي المعلومه دي ايه، انا بقى كل ما اقابله ما شاء الله تبارك الله يروح قايل لي كنت بتغدى عند فلان اللي هو بقى بما ان انا بحب دايما طول الوقت اسال مع اي حد بقعد معاه بيشتغل حاجه انا ما عدتش عليها قبل كده في كارير المبيعات في الهيلث كير اندستري اللي هي الجو الجيم النوادي والنوادي الصحيه النوادي والجيم الصحيه والكلام ده. ديت الجميله قوي اللي انت بتشتغل فيها. لو قلت لك قول لي اشهر 3 انواع عملاء اللي بيجوا الجيم اللي هو بيجي بس اللي هو انت لسه هتشتغل عليه ده هتقنعه فجاي لك واحد شكله عامل كذا وواحد كذا وواحد كذا، انواعهم ايه ال3 دول؟ بص، هو اول واحد المتردد. ده دايما ده عندنا في كل اوصفوا لي كده عامل ده ازاي المتردد ده. حسام هيك. ده جاي ما عندوش مشكلة، هو حتى لو معاه الفلوس عادي جدا، ولكن هو عايز دايما مطمن.
عايز يطمن، دايما عايز يطمن، تديله اطمئنان طول ما هو ماشي. عايز طبطبه. اطمئنان، ما يحسش ان في حاجه كلام بيتغير. لانك انت النهارده لو مثلا دخلت ولا قلت له جمله بعد كده رحت راجع قلت له جمله تانية، ايه ده؟ لا اه في حاجه غلط. على لا فكره هنا انا كده. هنا في اه حد بيضحك عليا. لا ده انا مش هطمن، ده من دلوقتي احنا بيحصل كده فممكن بعد كده الموضوع يتغير. لا فيبتدي ده المتردد. اوكي. بنتعامل معاه ازاي؟ اديله دايما تطمنه. يعني اولا بتديله كل الحقائق، وهو عنده ان هو يختار، والله ده عاجبك يا مش عاجبك. ده مبدئيا مش هينفع نقول له عشان انا عايز ابيع البيعه فاجي اقول له ايه، ما اقولوش ربع الحاجات عشان مثلا عارف ان الحاجات دي مش هتعجبه. لا مفيش الكلام ده، هقول له انا ببيع واحد اتنين تلاته. يعني المتردد تقول له الحقيقه كامله لازم تقول له الحقيقه كامله. ولا تقول له الحقيقه اللي مناسبه له؟ لازم تقول له الحقيقه كامله. برافو ما ينفعش برافو. تقول له الحقيقه المناسبه له. صح الحقيقه المناسبه له دي هيعود عليك بمشاكل كتير جدا، صح. ليك وللاداره بقى هيصدعك. وللمكان نفسه. هيصدعك هيصدعك وهيبقى صح. فيه مشاكل كتير هتخش معاه. ماشي. تاني حاجة لازم تعرفوا ان كان في حد نفس المكان في وضعه وحصل، كان قلقان وهو دلوقتي بيتمرن. وعنده قصه نجاح وساستين بقى وبيجي ملتزم. واحكي له ونحكي حلو. له وكان عنده واحد اتنين تلاتة وحصل واحد اتنين تلاتة وهو وفي عملاء دلوقتي. بتسال كده بتقول لك هل في ناس جت ما وكملت بتسألش ما والتزمت وبتاع؟ بتسألش اه. بس انت لو انت حكيت له الموضوع ده بيطمن. بتديله 30 40% حلو. زقة ان هو كان في ماشي. حد نفس الموضوع وكان خايف من نفس المجال او حتة طب قول لي ملامحه، يعني قول لي ده بيبقى اسئلته شكلها عامل لا هي ازاي، مش طريقته ملامح، ايه؟ بس هو الفكر ان هو بيبتدي يسأل ايه. ممكن اصلا ما بيتكلمش. يعني ممكن على فكره ده من اخطر الناس، انه ممكن يبقى متردد ما بيتكلمش. يعني ممكن تقعد تتكلم معاه وتشرح له البينيفيتس وتوري له الفوكس بتاع الجيم كله وبتدي له كل حاجه عن هو ساكت قاعد وهو ساكت. يسمع تيجي يسمع تقول له بس. وعندنا واحد اتنين تلاته وعندنا ده احنا عندنا الجيم بتاعنا مثلا بيفتح من الساعه كذا. اه. تمام. وعندنا كل الماشينز بتاعتنا كذا من كذا. تمام. ما بيدكش حتى رياكشن ان هو بتعمل مع ايه بقى؟ ده هو بتساله. بتبتدي بقى تساله اه. حضرتك ساكن قريب من الجيم؟ يبتدي يقول لك قريب من هنا، حتى عندك ما صحاب؟ يقولكش تمام مفيش مشكله. طب احنا شغالين ايه فن من شغل. تبتدي ده يعني لو مثلا مهندس فهتدي له ارقام. اه. بياع ما ينفعش تتكلم بنفس صيغه البيع لو في مجال البيع. اه. دكتور فهو برضه عايز نفس حته ان انا عايز واقعيات، انا عايزك تديني حاجات منطقيه. هي كده لازم دور تدي. برد كونجستال فاهم. لازم تديله حاجات منطقيه. فلازم أي. ابقى عارف انت بتشتغل ايه. بعد كده اطلع معاه واحده ليفل واحده واحده بقى. انت النهارده خلصت المنطقه دي دخلنا في المنطقه اللي بعديها. طب انت شغلك كام ساعه؟ طب احنا قاعدين ولا واقفين اكتر الوقت؟ طب انت ممكن نيجي الصبح عشان ده يغير المود بتاعك. لو جينا مثلا الصبح خدنا ساونا جاكوزي ستيم حمام سباحه مش هنتمرن، ونيجي بالليل نتمرن بعد ما تخلص شغلك وتتغدى طيب وتريح ساعة برافو تغير الله. ساعتين. خليته بتبتدوا انت تفتح بعت له. لي انا خلي بالك. بتبتدي صح، طب بخلي الحمام الصبح ليه؟ انا ليه بروح بالظبط. بالليل فاهم. بتبتدي تفتح له مجالات ان هو انت بتدي له افكار تانية. يعني هو ماشي. ممكن يكون حتة معينة هو مش واخد باله منها. على فكرة اللي جاي بيشتري منك ده البياع بيبقى فاكر ان هو عارف 80 90% من الحاجة اللي انت بتبيعها بكل اشكالها. اه. يعني عارف البينيفيتس وعارف المخابئ بتاعة الحاجة. اه. لكن انت لازم تعرفه، انت اللي بتديله الفوكس على الحاجات دي كلها عشان هو يبتدي يختار. اوكي. لكن انا النهارده لو جيت قلت لك انت داخل لي مثلا الجيم قلت لي مثلا انا جاي عايز اتفرج على الجيم عشان عايز اشترك. اه. اه طب يلا تعالى نتفرج على الجيم. اتفرجت على الجيم وخرجت، ها هنشترك؟ ده كده انت فاهم انفورماتيف، انت كده ما بتقول ممكن. معلومة وشكرا. بس مش هيشترك. ده لكن مش انا بيع. انت مين؟ جاي الجيم ليه؟ ايه هدفك؟ ضغط حد من البيت بيزقك روح الجيم. دكتور بيقول لك انت عندك تعرف مشكلة. الطريقة اللي انت بتقولها دي، ده ساينتفكلي هو ده الكوتشنج. الكوتشنج اندستري هي كلها قائمة على السؤال، فاللي انت بتعمله ده لازم دور اسئلة. انت بتكتشله في حياته عموما، في اللايف ستايل بتاعته. بص انا زمان عرفت ان البيع مش كلام. البيع تسمع. صح. تسمع هتبيع. صح. اتكلمت مش هتبيع. فطول ما انت صح. بتسمع هتفهمه. يعني تسأل وتسيبه. اسأل وسيب. اسمع. لان انا النهارده انت طول ما انا بسمعك انت جاي هتبقى مبسوط. انت جاي ممكن تبقى جاي اصلا زهقان من الشغل ممكن تقف تتكلم معايا 5 دقايق مودك يتغير تمشي. انا بايع لك اصلا حاجه تانية. يا ابن بعت اللعيبة لك بعت لك انت ح- بتعمل معايا كده. بعت لك انت نفسي بتعمل فاهم؟ معايا عشان انا اخش اقف اتكلم معاك نص ساعة واروح داخل مستحمي وماشي خلاص، انا حسيت ان انا لعبت لا يعني ما هو مش شرط ان انا لازم ابيع لك البيعه بطريقه طب معينه. ده المتردد ده النوع المتردد. التاني. النوع التاني بقى العصبي بقى اللي هو جاي انا عايز يستلقط لك اي حاجه وغلط وخلاص. ده انت عندكوا هنا بكام باكس، انا هناك باخدها بنص اكس.
آه اللي عايز عروض ده يعني اللي ولا عايز عايز ايه؟ ده عايز حاجه، ناصح. عايز دايما عايز حاجه غ- ارخص حاجه. انا هنا ما هيضحك عليا. لا. او حاجه ازيد، او تديله لا، اي هديه اديني بتاع. حاجه. في واحد بقى ايموشنال، ده بقى اللي بيتكلموا بالعاطفه والاحساس. ده انا. بالعاطفه والاحساس، ايوه يعني اللي ايوه. هو انت ايه؟ المشكله ايه، ايه؟ وتوطي صوتك شويه شكلنا وبتاع. كرشنا عامل لنا ازمه اه مع الاكس، فاهم؟ يعني بتبتدي تاخده فريندلي بقى، اللي اي. هو ولازم يبقى فيه ماتيوال ما بيني وما بينك. يعني مثلا ممكن اكلمك اقول لك طب انت ساكن فين، تقول له والله انا، يقول لي انا ساكن في مصر الجديده بس نقلت التجمع. والله انت ساكن فين في مصر الجديده؟ اصل انا كنت ساكن من سنه او سنتين في مصر الجديده، او اه. انا بقعد في كافيه مثلا في مصر الجديده. ايه ده بتوع ثقافه فين في اسوان؟ انا اه، وقت اسوان، تعرف مش احمد عارف ايه، شامل بقينا مش اصحاب. عارف ايه، اه شكرا. احنا اصحاب. صح. فانا هنا خلقت علاقه ما بيني وما بينك، خلتني ان احنا الاثنين خلاص. طمنته اللي انت قلت، بالظبط. طمنته. طمنت. انت مش لوحدك، في صاحب هنا هيبقى معاك. ايوه. والله برافو عليك، انت كده على فكره. فبنيت ثقه معاك. انت كده. ابتدينا بعد كده بقى بكام بقى؟ ب 20000 جنيه، يلا يا باشا. خليني اقول بالمناسبه إن ده اتفتح، ده شعور حسيته والله معاك. فنقول قدام الناس كلها يعني التصريح ادي بجد. اصطفيتك صاحبي بجد من اول ما حبيبي. شفتك، والله العظيم. حبيبي لان الله. انا بغير كل الزباله اللي كنت عارفهم الفتره الاخيره، فبعمل شله جديده. فانت من الناس بجد اللي انا ممتن ان انا يبقى لا في حبيبي علاقه حسام، بيني ده وبينها. يا باشا بجد ده. كل مره ما باجي وبنقف نتكلم مع بعض حتى في اي حاجه في المطلق، بجد يعني حتى لو حاجه ملهاش علاقه باللي انا حاسه اليوم دوت ولا اي حاجه اه وكده، بجد ببقى ماشي مطمن. فبجد انا مبسوط ان انت وافقت حبيبي ان يا احنا حسام، نبقى اصحاب. لا مع يا انك باشا. لحد النهارده ما عزمتنيش على الغدا اللي قلت لك عليه بتاع اه شلبي باب اللوق، ها تعريف. لا يا اوكي ريس، ماشي. نخلص ونطلع على الغدا على يا طول. عم بقى عندنا 7 الصبح مع جماعه المان كفر، ما اعرفش بيناموا امتى الالمان دول. انت عارف يعني ايه ميتنج 7 و10 لا هم الصبح؟ لما فظاع. في ميتنج 7 و10، فاهم؟ يعني 7 و10 وتلاقي واحد وانت في الزوم ميتنج ده ماسك قهوه يقول لك دي تاني قهوه، تاني قهوه امتى صحيت امتى لما دي تاني قهوه ايوه فاهم. و7 و10. والله عالم عجيب. خليني بقى اسالك سؤال بقى جميل. قول لي حبيبي. انت شايف الجيل الصغير ده متلخبط ليه؟ لان انا كنت شايفك كده، كنت كمان منزل ستوري من فتره مع مع حد، ان انتوا عايزين تعملوا حاجه، آه تنصحوا او توعوا الشباب اه الجيل احنا عاملين الجديد. ريتريت اسمه عيل يشرف. بالظبط. جدتي الله يرحمها هي لما بتيجي توصف اي حد شاطر وكويس زمان كانت تقعد تقول ده عيل يشرف. فانا خدت ده يعني عشان هي ليها افضل على العيله، احنا 29 حفيد في العيله. ما شاء الله فاهم؟ ما شاء الله. وهي كانت بتعزيني جدا، وانا ادعي ان انا كنت اكتر واحد محبوب. وده فاليانا وبافور على كل العيال، فاهم؟ عشان يفالينوا مني. هي كانت بتقول الاسم ده فانا حبيت ان انا اكمله. فانا عملنا ريتريت انا وعلا ربنا يحفظها يا رب، شركه خطوه. آه، هناخد يعني من سن 18 لحد 24 سنة 3 أيام. هنتكلم في 3 4 توبكس مش هيخرج براهم. ازاي تفهم ايموشنال انتليجنس، يبقى عندك ذكاء عاطفي. وده حاجة لازم تتعلمها حاجه زيها زي مهمه جدا، الفيزياء والكيمياء حاجه وبتاع مهمه جدا والمدرسة جدا، والجامعة وكده. لازم يبقى عندك في طريق حياتك ده حقيقي. تتعلم وعي عاطفي. عشان انت لما تبقى في مصيبة تعرف تتصرف ازاي. حصل كارثة كونية في حياتك تعرف تسويتش وتروح تكمل شغل عادي ازاي. حصل غدر في حد، فاهم؟ اتصدمت فيه تعرف تتصرف ازاي. وانت تعرف يبقى عندك سيلف موتيفيشن ازاي، عشان دي ازمة العالم كلها. ان انت دايما عايز حد يزق معاك، مع ان اول زقه لازم تيجي منك انت. يعني انت اللي هتقوم تلبس وتنزل، هقابلك انت بقى تديني تقول لي يا حسام لا انت قد الدنيا وهتعمل مش عارف. بس انا لازم البس وانزل. ده حقيقي. في ناس للاسف والله العظيم يصعبوا عليك، حتى دي مش قادر يعملها. اللي هو بس يقوم يلبس وينزل. في ناس والله العظيم بتوصل في اكتئابها انه مش قادر يقوم يستحمى، خايف. انت متخيل ده ليفل يعني؟ ده ليفل وحشه جدا. فايموشن انتليجنس، وبنعلمه الورك في اثكس. اشتغلت في اي اندستري في الدنيا لازم انت يبقى عندك اون ورك اوف اثكس. ان في حد زميلك في الشغل انت بتعمل حاجه وهو بيعمل حاجه، هو حصل له ظرف ما مش عارف يقفلها، وانت عندك وقت، ما تستناش مديرك يجي يقول لك ولا ما تستنى هو يطلب منك. انت تعمل ده ليه؟ لان ده انفستمنت في البيزنس نتورك بتاعتك. قدام انت وهو راح شركه وانت شركه، ابنك بعد فاهم 20 سنه خلفت هتكلم ده اللي سي او الشركه دي عشان تقول له انا ابني بتاعه عايز يشتغل عندكم في الشركه خدوه تريننج. فالانفستمنت ده وشويه حاجات اللي ليها علاقه بالاهل بقى، دي علا اللي هتبقى مسؤوله عنها. العلاقه مع الاهل وازاي تقنعهم بالجامعه اللي انت مش عارف تقنعهم بيها، وازاي تقنعهم بالسفريه اللي عايز جميل. تسافرها. الحاجات اللي جميل قوي. اللي احنا عطلنا فيها، جميل اللي احنا جميل عطلنا قوي دي. قوي. فعاملين كامب ان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء يوفقنا فيه الله. كده عشان ابتدي اطلع يعني عيال جاهزه للدنيا بجد. مش اللي هو اديله كلمتين في ايفنت وامشي، لا، واخد العيال صاحبها،
فاهم ان حلو شاء أوي. الله، لان احنا كنا عايزين الدور ده برضه، عايز صاحب اكبر منك يقول لك يقول قدام لك في ايه. تعمل ايه. بس ازمه الجيل العامه اللي انا بشوفها دلوقتي هي التطور المرعب بتاع المقارنه. مم. احنا في جيلنا احنا كان اخرك هتقارن فين؟ في النادي اما تشوف صحابك، ولا على القهوه، ولا على القمه، شكرا. دلوقتي السوشيال ميديا خلتك تشوف الارض وما بعد الارض، هو ده. فاهم؟ يعني اللي جوه مصر واللي بره مصر. فالخناقه اللي معروض كتير قوي، والضغط المجتمعي. لسه الاهل ما اتعلموش من الاهل اللي قبلهم برضو. انا عايزك احسن واحد في الدنيا، هنافس 8 مليار يا حاج. يعني انت بتتكلم مع اب بيقول لابنه انا عايزك احسن واحد في الدنيا، هنافس 8 مليار بني ادم، اتس نوت فعلا لوجيك ده حقيقي، المعادله. ده حقيقي. فيا عيني بيعانوا قوي، واغلب اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا ما وراءه مرعب. في مشاهير كتيره جدا يعني على علاقه شخصيه بيهم، بس فور كونفيدنشاليتي طبعا والخصوصيه ما بنقولش يعني هم مين، ولكن اقدر اقول لك ان في اسماء كبيره انت بتشوف لها صوره، بس هو يا عيني بيعاني ورا الكاميرا دي من مصيبه. انت ما يعني البني ادم العادي ما يقدرش بقى، اخوه مش عارف بيعمل ايه، مين ابوه بيتعالج في ايه، ربنا مسلط عليه فاهم صاحب مش سايبه في حاله ومش عارف ايه، هو مدمن حاجه ايه. كوارث والله العظيم. فاحنا بننسى ان اللي انت شايفه على السوشيال ميديا ده يعني انا عمري ما هطلع اقول لك انا جادد النهارده، مش هطلع اقول لك كده ده انا حقيقي. كحسام. بس هطلع اقول لك جبت ده باركولي على القميص، باركولي على مش عارف ايه، هقول لك الحلو مش هقول مش هنقول فاهم. الوحش، ما حدش بيقول الوحش فما هنا. حدش بس انا كحسام اتعلمت ان انا اقول وحش، عشان كده تلاقيني اخر 3 سنين اما ببقى بقول الوحش بطلع عادي. اقول والله بقى يا جماعه ادعوا لي انا عندي مش عارف كرب ايوه في ايوه. كذا مش عارف ايه كده يعني. بس والله المستعان. فالمقارنه دي ربنا يعفي الجيل ربنا منها. ربنا انت ايه يعافينا. اللي شايف اسالك سؤال تكنيكال بجد والله، ايه اللي شايف اكتر حاجه ما بتخليش البني ادم يكمل التزاما في الاهتمام بصحته؟ بص، هي الاستمرارية عامة فينا كلنا دايما فيها مشكلة ليه؟ عامة. ليه؟ لان احنا دايما على فكرة، انا حتى لما باجي بتكلم مع حد في حتة الجيم بالذات، وهو مثلا يبقى عايز ياخد يعني شورت تيرم، امم. وانا مثلا بقول له لا انت خد لونج تيرم احسن لك، عشان دايما في اللونج فرق تيرم الكوست، ايوه. بيبقى الكوست، وبيبقى دايما انت بيبقى خلاص انت في بقى ايه كوميتمنت، يعني انت هتلتزم. انا امم. النهارده ما بيوجعنيش غير لما ادفع الفلوس، اه. وبعدين احنا خلاص احنا عدينا مرحله اللي هو ايه، انا كمان ببقى بدفع الفلوس وما بروحش، انا عندنا المرحله دي كمان. بس هي حته ان انت النهارده اللونج تيرم بتاعك بيخليك الكيرف في الاول كلنا عامل كده، اه. بعد كده بيروح ماشي كده، بعد كده يروح نازل تحت. في التحت ده بقى في ناس اصلا ما بتعرفش تطلع تاني الكيرف. اه. فانت النهارده لازم يعني انت اللي بتحرك نفسك. بمعنى ايه؟ انا نزلت فيها في الكيرف اللي هو ايه، انا ما بتمرنش وباكل نيله، وما ما ما بز... ما ز- مش مظبط نومي ولا اي حاجه. فبتيجي تقول ايه، هاكل النهارده ده كمان عشان ما كده كده بايظه، هاكل النهارده كمان ما كده كده بايظه. بتقعد اصلا انت ما تاخدش بالك وتسرح معاك مثلا 3 طب 4 بأمانة، شهور. بأمانة، البيرسونال ترينر مهم؟ طبعا مهم. مهم كدور ايه؟ تكنيكال ولا دور صاحب يشجع؟ لا، الصاحب هيشجع، انت كده كده ممكن تكون صاحب نفسك، يعني انت ممكن تشجع نفسك. لو انا عايز ان انا اعمل ده هشجع نفسي. انت ايه اللي بيخليك النهارده تنزل تروح كل يوم شغلك، وانت حتى لو شغلك ده مش في مشاكل، مديرك مش عاجبك، عشان عندك مش الاقساط عارف ايه، والموتوسيكل السبورتس اللي عايز بتشجع اجيبه بس. نفسك. بصحى الصبح قرفان ومتضايق، وممكن ابقى سهران ومش نايم، وكنت سهران في حتة تانية، بس بشجع هروح عشان وافتكر بتشجع نفسك بأي طريقة بتروح. لكن انت النهارده البيرسونال ترينر، انا ممكن اخش اشيل دمبل بالطريقه دي اجيب مزق، لكن انا لو جيت قلت لك خلي بالك ما تشيلش الدمبل ال 15، ابدا بالخمسه، فانت جيت شلت الخمسه حتى لو شلته غلط امم. مش هيحصل لك مزق امم. مثلا. انا امم. بديك حاجه. امم. تاني حاجه، هو بيبقى بيتابع معاك اللاين بتاعك، انا همشي ايه النهارده، انا لعبت مثلا كذا بكيلوهات كذا، المره اللي بعديها انا زدت، فلا الكثافه بتعلى، الدنيا بتعلى معايا، فانا ماشي معاك واحده واحده، عارف ايه اللي بيحصل، معايا بوك كده ليك، او معايا حاجه ليك يا ابن ريفرنس اللعيبه، تعرف انت خليتني بتخليك. اخد بالي دلوقتي مني. انا لحد النهارده ما عملتش الاسسمنت. متخيل اللي المفروض لا، اعمله؟ مهم عشان مهم. وانا ليا فري سيشنز في الاول دي فاهم، انا لحد النهارده ما عملتش اسسمنت ليه. انا خدت بالي دلوقتي وانت بتحكي وبتفسر ده، لاني مش عايز صوت ضمير يطلع يقول لي ان انا ما بلتزمش للحاجه فاهم، ما فخايف هو اقابله الا يعرفني ايه الحقيقه فاهم، فما التزمش بيها. لا انت محتاج ان احنا كلنا لازم نبقى الاستمراريه في الحته عامه، ومع الشخص مع نفسك، دي مهمه جدا بصراحه. يعني طلب المساعده مهم. لو حد فاهم. امم. ما هو ممكن اخش النهارده، ما انت بتشوف جيمات
انا اتنين صحاب لسه جايين بادئين الجيم، واحد جاي بيقول لي تعالى امرنك، وهم اصلا هم الاتنين لسه جايين الجيم يا ابني اديني اماره، يالا اديني اماره بكرشك بس ده. يعني فانت مش في حاجات بتشوفها يعني في جيمات تانية، ايا كان ايه هي الجيمات، بس ممكن تلاقي اتنين تلاتة جايين، واحد يقول له انا همرنك، وعشان انا جيت هنا الجيم قبل كده مرة، فانا عندي اكسبيرينس جامدة، انا عارف شكل الماشينز بس انا عارف اماكنهم. خليني بقى اسالك اخر سؤال كده، مم. النجاح بالنسبة لك ايه؟ النجاح بالنسبه لي بيت في واحده اصيله تشوفها كل يوم، ترجع تحكي لها ايه اللي حصل معاك، وهي تحكي لك ايه اللي حصل معاها، وتهونوا على بعض، وعندكوا عيله زي القمر كده، بنوته جميله، تقعدوا تقولوا لها اول باول اللي انتوا بتواجهوه، وتعلموها اول باول، وتدعي ربنا في اخر اليوم ان ربنا يرزقك يوم تاني بكره تعيش مع نفس العيله دي، ولا بص مش بقى عايزة فلوس ولا مش عربيات عايز ولا. افصلك من ان انت بتقول، بس خليتني عايز اتجوز بعد الاحساس ما انا والصوت، عايز اتجوز، انا الصوت عايز الواطي ده اتجوز، كده وانا وبتاع. بكراش على يعني الله اكبر عليها، بنت زي الفل. عارف لما بتلاقي الحد الصح قوي، والله العظيم قبل حتى ما تروح تتكلم معاه حياتك بتختلف. يعني انا عندي انرجي الفتره الاخيره دي، انا ما كنتش متخيل ان هي كل دي لسه عندي. انا روح الشغف بتاع اول ما خرجت من الجامعه دي، لمجرد ان انا في واحده عجباني، بس عايز اما اروح اتكلم معاها وابدا معاها الفهم واشوف السكه ايه، عايز ابقى رجعت للليفل فاهم بتاعي حسام ده فاهم، فبقرص قرص. ما بالك بقى لو بقيت مع الشخص ده، والشخص ده كمان ده طلع كويس وصح وحلو، هي كده ما شاء الله تبارك عليها. مش عايز بس الحسد، ربنا يبارك بخاف لك منه فيها، قوي عشان انا ما مفشوخ عين نتكلمش في لما الموضوع، لا ما قرعت في نتكلمش في المواضيع دي الموضوع، بالذات. بس ربنا بس يبارك لك ان النجاح شاء يعني بيت، الله. أسرة، وتجربة جميلة كده خفيفة لطيفة معاك، وكل حاجة غيرها. أي على فكرة أي حاجة بتيجي يعني، كل حاجه الفلوس بتيجي وهتروح، والعربيات إن شاء الله ربنا يرزق الجميع، والبيوت تيجي ان جميلة، شاء الله والسفر باذن الله. هتسافر وكل. بس إنك تلاقي حد تعرف تتكلم معاه أول ما تروح، مش النماذج اللي بشوفها حواليا اللي أول ما تجيب سيرة الجواز يقول لك ده الجواز أحلى حاجة فيه الخلفة، لكن غير كده ده زن. الكلام ده أنا بزعل منه قوي بصراحة، بحس إن الناس دي في كرب صعب. ربنا يوفقك كده باذن الله الله يرضيك يا يا حبيبي، حسام، يرزقني يرزقك. هبقى اشوف لها لو عندها بنت خانه ولا ما يا حاجه، ريت والنبي والنبي ناخدهم باكج مع اه. بعض عشان نعمل فرح واحد حتى نوفر. حسام انا مبسوط ان احنا اتكلمنا مع بعض النهارده انا اللي وبجد مبسوط اكتر انك يعني. وافقت ان احنا نبقى اصحاب. لا يا حبيبي، ده والله بجد يعني انا بجد مبسوط ان احنا كمان اتكلمنا في حاجات مش كتير. هتنازل عن عزومه. لا مش تقلقش، ماشي. موجودة، ماشي. موجودة. وقلنا حاجات كتيرة حلوة واتمنى يعني ان الناس كمان تبقى بتتعلم شوية من الحاجات الاكسبيرينس والتجارب اللي ايوه احنا احنا بنشير عدينا بيها خبره يعني. بس مش بننظر على حد، ما احنا لا لا قاعدين خالص، اتنين صحاب قاعدين ولا بيحكوا ايه اللي تعقيد بيحصل ولا لهم اي حاجة، احنا اللي شفناه في الحياة احنا بنتكلم فيه مع بعض، شكرا. صح. ولا اي حاجة، وممكن عشان يبقى انا في بكره ناس على شافت فكره، انا حاجات ممكن بكره تانية. غير قناعات كتير من اللي قلتها لك دي. اتعلمت كده والله العظيم. يعني انا اختبرت في كميه قناعات، ايه ده انا عمل انا عملت كده في الاخر فاهم، ولقيت نفسي بغير القناعه عادي. فممكن فاللي قاعدين دول قدامك النسخه بتاعتهم حاليا، حاليا بالاسوأ. بالظبط، ما نعرفش بكرة بقى. فاخدها وكمل يعني، الله المستعان. انا شكرا يا مبسوط يا حبيبي. حسام والله، وان ربنا شاء الله يرضيك يا كده رب. عايز اسمع بقى حاجات بتكسر الدنيا ان شاء الله الفترة باذن الله، الجاية ان كده شاء الله باذن الله. والاقي بقى، عايزك لا بقى بص فورمة، انت عايز بس فورمة داخلة عليا. بتشجعني اشفت استحمى الصبح، يعني اجي استحمى الصبح مش بالليل، عشان المايه السخنه بالليل غلط. اه والله العظيم. الله يرضيك يا حبيبي ان شاء حبيبي يا الله. حسام، ربنا حبيبي، يرضيك. ربنا شكرا يا يخليك يا حبيبي، حبيبي. ربنا يحفظك.